تيم على الكلام الجميل ده والتنظيم. و انا طبعا عارف ان معظم الاودينس لسه يعني مش اكسبيرينسد قوي في الاي اي، فان شاء الله التوب بتاعتنا النهارده تبقى مش هنتكلم على اي حاجه تكنيكال، بس مجرد هنتكلم على ممكن نقول الترندز الجديده اللي موجوده في الابلكيشنز بتاعت الاي اي، بالذات الحاجات اللي ظهرت في اخر سنه او سنتين. اوكي، انا يعني طبعا في مجموعه كبيره جدا من التوبكس، يعني فانا نقلت لكم الجنريتيف اي اي او جن اي او جن موديلنج زي ما ساعات بنسميه، و ريليتد بيه زي لارج لانجوج مودلز، طبعا شات جي بي تي كلكم عارفين، والمالتي موديل ليرنينج اللي هو برضه يعتبر كونسبت بيوفرلاب او ليه علاقه قويه جدا بالجنريتيف اي اي. اوكي، فالفكره ورا الجنريتيف اي اي ان انا بدل ما كان الترند في الاي اي ماشين ليرنينج لحد فتره قريبه ان انا بكلاسيفاي الداتا اللي عندي، اوكي، او بفايند داتا، انا بحاول ان انا ادور على اجابات من الداتا اللي موجوده، لا انا بحاول اجنريت داتا. اوكي، فده الهدف من الجنريتيف موديل او الجن اي اي. فطبعا الداتا بتعملها جنريشن بفورماتس مختلفه، ممكن تجنريت تكست زي تشات جي بي تي. اوكي، التكست ده ممكن يبقى ضمن تشات، ممكن يبقى ترانسليشن ترجمه، ممكن يبقى سمرايزيشن، ممكن يبقى في عندك انواع كبيره جدا من التكست، وطبعا ممكن يبقى كود، وده نقطه مهمه نتكلم فيها، ده مهم احنا بالنسبه لنا كسوفت وير ديفلوبرز. اوكي، ممكن تجنريت ايمجز، ممكن تجنريت ميوزك، 3 دي مودلز، ممكن تجنريت اي حاجه انت عايز تعملها جنريشن. ودي نقطه هنتكلم عليها برضه النهارده، الجنريشن للداتا ده مش بس عشان يخدم الاند يوزر، لا ده كمان عشان يخدم الماشين ليرنينج مودلز نفسها. اوكي، ودي نقطه مهمه وممكن نقول ترند مهم تبقوا عارفينه بالان سوفت وير ديفلوبرز، وده هيفيدنا احنا عشان نعمل ايفن مودلز اقوى تحل لنا مشاكل ثانيه ومش عارفين نحلها قبل كده. اوكي، والاكزامبل اللي اخترته لكم النهارده كمان اكزامبل ليه علاقه بالسايبر سيكيورتي عشان الناس انترستد في الاثنين. اوكي، كيعتبر ابلكيشن للاي اي في السايبر سيكيورتي. اوكي، فزي ما قلنا اليوزز بتاعت الاي اي، اليوز كيس بتاعت الاي اي كتيره جدا، تكست جنريشن، سمرايزيشن، دراج ديسكفري. اوكي، ممكن تجنريت كونتنت، ممكن يعني طبعا شات جي بي تي صعب ان هو يطلع لك موديل، بس ممكن يطلع لك ديسكربشن للموديل، ممكن يطلع لك ديسكربشن لكتاب، ممكن يطلع لك ديسكربشن لبرودكت. خلاص، فانت كمان ممكن تجنريت موديل كتكست. اوكي، دي كلها ادفانتجز. طبعا بدون الدخول في تفاصيل، الجنريتيف اي اي او الجنريتيف موديلنج قايمه على فكره ان انت بيبقى عندك موديل، الموديل ده بيجنريت راندوم داتا، ممكن نقول ان هي راندوم داتا، خلاص، راندوم ايمجز، راندوم ميوزك، راندوم تكست، وبعد كده عندنا موديل تاني بيبدا ياخد ريال اكزامبلز والجنريتد فيك اكزامبلز وبيقارنهم، ويبدا يقول لك او يبدا يقول للجنريتيف موديل الكواليتي بتاعت الفيك داتا اللي انت بتطلعها شكلها عامل ازاي. اوكي، فانت عندك تو كومبوننتس، كومبوننت بيجنريت فيك داتا وكومبوننت تاني بيقول للكومبوننت الاولاني قد ايه الداتا دي فيك. اوكي، فكل ما الداتا الفيك تبقى قريبه من الريال اكزامبلز بتفولو نفس الباترن، نفس الشكل، نفس الديستريبيوشن، ايا كان طبيعه الداتا اللي انت بتطلعها، يبقى انت شغال صح. اوكي، وطبعا السايكل دي على طول شغاله، عشان كده تاخدوا بالكم ان احنا معظمكم سوفت وير ديفلوبرز، لو انت بتتعامل مع حاجه زي شات جي بي تي و بتستخدم الاي بي اي مثلا، اوكي، هتلاقي ريزلتس اسوء من لو بتستخدم الشات نفسه. يعني انت مثلا ساعات بتيجي تعمل اب وعايز تعتمد على الشات جي بي تي كسيرفيس، اوكي، انك تبعت لها حاجه ترجع لك سمري، انك تبعت لها سؤال ترد عليك، بس كجزء من ابلكيشن، مش انت كاند يوزر فاتح شات جي بي تي قدامك وقاعد بتشات معاه. اوكي، هتلاقي الريزلتس اللي راجع لك من الاي بي اي اسوء من الريزلتس اللي بترجع لك لو انت بتشات معاه بشكل مباشر. ليه؟ لانه شات جي بي تي اللي بتتعامل معاه عن طريق الاي بي اي له فانكشن بتبعت لها ريكوست وبيرد عليه، ده البيز موديل، الموديل اللي اتعمل ثابت ما اتغيرش. بس الشات اللي احنا بنتكلم فيه ده على طول بيتعمل له ابديت بيزد على الفيدباك اللي جاته مننا، فاحنا كلنا قاعدين بنشات معاه، كلنا بنبعت اسئله، كل شويه قاعد بيرد، كل شويه قاعد بيابديت في الموديل. اوكي، واحنا بنديله فيدباك، الاجابه بتاعتك دي كويسه، لا جنريت الاجابه مره ثانيه، سو اوكي، فالموديل اللي بتتعامل معاه كاند يوزرز بيتحسن لانه السايكل دي شغاله.
اوكي فيك مودلز او فيك اكزامبلز ريل اكزامبلز، اوكي بيحاول يعمل لها باينري كلاسيفيكيشن اذا كانت ريل او فيك، وبعدين بيرجع يابديت في الجنريتيف موديل تاني. فالسايكل على طول شغاله وبتستفيد من الفيدباك اللي جابته منها. اوكي طبعا اكزامبلز كثيره جدا للجنريتيف اي اي على ايمجز مثلا جنريتيف فيلم، ممكن تديله جزء من الصوره وهو بيخمن بقيه الصوره او بيكمل بقيه الصوره، فبقيه الصوره دي اكشلي كلها فيك، دي الاوريجينال ايمج. اوكي طبعا شايفين الكواليتي شكله عامل ازاي. اوكي answering questions ده يعتبر تطبيق للجنريتيف اي اي في الناتشرال لانجويج بروسيسنج، فممكن تديله تكست اوكي وسؤال وهو يطلع لك الانسر للسؤال ده، ولا لازم مش بقيت يعني طبعا احنا بنشوف فتره طويله جدا question answering systems بتجاوب على اسئله ام سي كيو وترو فولس وحاجات زي كده. دلوقتي بتكلم على اسي questions انك كاتب له باراجراف او كاتب له شابتر وبتساله اسئله وهو بيرد عليك، فهو بيطلع اجابه ما كانتش موجوده نص. اوكي هتلاقوا السنتنس دي خلاص مش موجوده بالنص، دي بيزد على معلومات هو عارف ان هي مهمه في قلب التكست، فهو فهم التكست كله وطلع المهم اللي ليه علاقه بالسؤال وقعد ياخد باراجراف وطلع لك الباراجراف. اوكي طبعا الكواليتي ما هياش 100% ولسه اقل بكتير من الكواليتي بتاعتنا كهيومن بينجز، انتوا اكيد لاحظتوا الكلام ده يعني، وساعات بيطلع اجابه وعكسها. اوكي هاويفر ده يعتبر يعني بروجرس قوي جدا كومبير بالمودلز اللي كانت موجوده قبل كده. فزي ما قلت لكم يبقى الفرق بين التراديشنال ماشين ليرنينج والتراديشنال اي اي والجنراتيف انه زمان او لحد قريب ولحد دلوقتي في ابلكيشنز كتيره جدا شغاله بالتراديشنال ماشين ليرنينج. اوكي احنا بنحاول نفايند داتا مش نميك داتا. فمثلا لو انت بتتكلم على بزنس مثلا ان انت تعمل تريدنج الجوريثم بيتعرف في البورصه يقول لك بيع ولا اشتري. اوكي انت بتحاول تطلع بقرار من الداتا الموجوده خلاص، او عايز تتنبأ مثلا بالديماند شكله عامل ازاي، عايز اتوقع كميه الطلبات اللي هتجيلي كمان شهرين رقم. اوكي فانت بتدور على داتا من الداتا اللي عندك، بتدور على اجابات قرارات من الداتا اللي موجوده. اوكي بس في الجنراتيف اي اي لا، انت بتخليه يعمل لك تاسك جديد، بتخليه يعمل لك برودكتس جديده، بتخليه يبقى كريتيف، يطلع لك حاجات ما كانتش موجوده. طيب واتس انترستنج اكتر من كده انه في اريا كومن بين الاثنين، في مجموعه كبيره من الابلكيشنز ينفع تطبق فيها او اسئله ينفع تجاوب عليها بالتراديشنال اي اي والجنراتيف اي اي. اوكي واحده من الحاجات دي مثلا فرود ديتكشن. اوكي فرود ديتكشن انت بتديتكت اذا كان في حد بيحاول ينتحل شخصيه حد او حاول حد او ريكوست جاي لك من حد انوثرايزد عشان يعمل حاجه معينه. اوكي طيب الفرود ديتكشن الطبيعي اللي احنا عارفينه ان انت بيبقى عندك تريننج داتا، الداتا دي فيها ان ده فرود وده مش فرود، وانت بتحاول تكلاسيفاي الاثنين عشان لما تشوف اي ريكوست فرود جاي لك قبل كده او اتاك او حاجه زي كده تقدر تتعرف عليها. فهي تعتبر مساله تندرج تحت التراديشنال اي اي. فين يعني ازاي الجنراتيف اي اي بيساعد في الموضوع. اوكي فدي النقطه اللي قلت لكم عليها اللي هي تعتبر انترستنج في ناس كتير شغاله دلوقتي فيها، انه الجن اي اي ممكن يساعد في حاجه زي الفرود ديتكشن او بشكل عام في السايبر سيكيورتي، مش بس عشان يديتكت الاتاكس، عشان يتوقع ازاي الاتاكس ممكن تتغير في المستقبل. اوكي واكبر اكزامبل على كده ده اللي هجيبه لكم هنا المالوير ديتكشن. اوكي مالوير اللي هو اي اب او اي كود بيعمل ماليشيس اكتيفيتي، يحاول ان هو زي التروجن والفيروسز. اوكي اي كود اوكي بيحاول هو يدمر النتورك اللي موجود عليها او يدمر الجهاز اللي موجود عليه او ياخد داتا مش يحاول ياخدها او يعمل اي نوع من انواع الماليشيس اكتيفيتي، ده بنسميه مالوير. اوكي عشان نتاكد المالوير طبعا في طرق كتيره جدا، من ضمنها مثلا الساند بوكس، مثلا شغالين في سايبر سيكيورتي عارفين الكلام ده، انت بتحط المالوير في كنترول انفايرمنت، بتحط الكود او البرنامج اللي انت شاكك فيه في كنترول انفايرمنت وتبدا تلاقيه بيتصرف ازاي، ولو عملت اي تصرف سسبيشس تبدا تحدد ان هو مالوير. اوكي الفكره ان المالوير ذكي فعنده ايفيجن تكنيكس كتيره جدا. اوكي فممكن تلاقي الفيروس بتاعك ده عمل ديتكشن انا مش على جهاز، انا في ساند بوكس، الانفايرمنت دي مش حقيقيه، دي فيرتشوال وهو بيراقبني، طبعا مش هعمل حاجه. اوكي فيقعد واقف ساعه لحد ما التايمر يخلص، بعد كده يبدا يعمل الاكشنز بتاعته. اوكي ممكن يتاكد ان هو في ساند بوكس او في فيرتشوال انفايرمنت باي طريقه، انه يراقب الهاردوير الموجود ويتاكد ان الهاردوير ده الجهاز ده مش شبه الاجهزه التقليديه اللي في الشركه. اليوزر اللي قاعد بيشتغل على الجهاز ما بيعملش الاكشنز التقليديه اللي اي يوزر بيعملها. اوكي فبيديتكت اوتوماتيكلي ان انا في انفايرمنت
مش حقيقيه I'm being tested، ده في حد بيراقبني عشان اعرف اذا كنت انا مالوير ولا لا. اوكي، وبيبدا بناء عليها يتصرف تصرفات عاديه لحد ما يبقى في انفايرمنت تقليديه، وبعد كده يبدا ان هو يشتغل. اوكي، دي واحده من الطرق مثلا. واحده من الطرق الثانيه، ودي بقى اللي الجين اي ممكن يساعد فيها، اللي هو بنسميه البوليمورفيك فيروس او الميتامورفيك فيروس. في عندنا فيروسز، طبعا معظم الانتي فيروسز انت بتكتشف انت انتي فيروس او لا من السيجنتشر، من شكله، من شكل الفايل عامل ازاي، من الباينري كود بتاع شكله عامل ازاي، في طرق كتيره مختلفه. المهم انه الفيروس ثابت. لو الفيروس بيتغير كل مره مفيش انتي فيروس عارف يتعرف عليه. وده البوليمورفيك والميتامورفيك فيروسز بتعمله. البوليمورفيك فيروس عباره عن فيروس بيعمل انكريبشن لنفسه. كل مره بكي مختلف، كانه بيشفر الداتا بتاعته. اوكي؟ طبعا عشان تعمل تشفير للحاجه انت محتاج رقم، محتاج كي. لما الكي يتغير ويكون عامل كمان ابديت في الملف قبل ما يعمل انكريبشن، كل مره الانتي فيروس بيشوف الملف ده، انا ما بشوفش السيجنتشر دي قبل كده، فيعدي من الانتي فيروس. اوكي؟ الميتامورفيك فيروس كمان بيعمل خطوه اكتر من كده، ان هو بييفولف الكود نفسه. يعني الفيروس كل مره بيابديت الكود اللي موجود جواه بحيث انه ينفذ نفس الفانكشنز بس الكود مختلف. فكل مره الانتي فيروس يشوفه يلاقي كود مختلف. اوكي؟ زي بالظبط الفيروس الطبيعيه بتعمله، زي ما شفنا مع كوفيد وكل شويه يطلع لنا فيرجن جديد منه، ده بالظبط اللي بيحصل. اوكي؟ طب الحل، انا عايز يبقى عندي انتي فيروس يقدر يديتكت المالويرز الجديده، انا مش هقعد كل مره يطلع لي مالوير وانا اصلا مش عارف حتى اعمل له تستنج، لان هو بيبقى عارف ان انا بعمل له تستنج. اوكي؟ بس انا عايز اديتكت المالوير ده، فالحل نعمل ايه؟ ممكن نستخدم الجين اي في ان هو يديتكت لينا او يبريدكت، يتوقع لينا مالويرز جديده. الفيروس ده لو هيتطور ازاي؟ اوكي؟ فلو قدرت اعمل موديل يقدر يتوقع ازاي الفيروس بيتطور، ودربت المودلز بتاعتي على الفيك فيروسز دي، لما الفيروس يتطور فعلا بنفس الطريقه هشوف على طول، لان انا عارف هي شكله عامل ازاي. اوكي؟ طبعا اللي انا بقوله ده سلاح ذو حدين، لان هم بيستخدموا الاي اي عشان يعملوا فيروس بيتطور بطرق جديده. اوكي؟ برضه احنا مش عايزين نتوقع، يعني الجين اي بيستخدم عشان حاجتين، عشان تديتكت الفيروس ازاي بتتطور، ممكن تتطور ازاي، تقدر تتوقع شكلها. اوكي؟ والعكس انك تعمل فيروس بتتطور بطرق مش متوقعه. اوكي؟ وبالتالي تقدر ان هي تعدي معظم الانتي فيروسز اللي موجوده. اوكي؟ فده واحد يعتبر من الاكزامبلز المهمه جدا الناس كتير جدا شغاله فيها دلوقتي. اوكي؟ زي استخدام وده نفس برضه ريليتد موضوع الديتكشن بتاع الفرود. لو انت متوقع الاتاكس اللي على نتورك بانك تبقى بشكل معين، طب لو جالك اتاك دي مش هتعرفه، بس لو انت عندك جين اي سيستم بيسيموليت او بيتوقع الاتاكس هتتطور ازاي في المستقبل، بيقدر تدرب السيستم بتاعتك من دلوقتي على الداتا فيك دي. فلما حد يحاول ان هو يعمل اتاك جديد مش يعني هو شايفك فاكر ان هو جديد، لا انا عندي موديل توقع الاتاك ده، توقع شكله يبقى عامل ازاي واتدربت عليه. اوكي؟ فده اكزامبل على انه ازاي الجين اي مش بس بيطلع داتا للاند يوزر، لا ده بيطلع داتا ينفع اترين بيها الماشين ليرنينج موديل بتاعتي. طبعا ده هيغير بشكل قوي جدا ازاي احنا بنبيلد الموديل بتاعتنا. طبعا من اهم الاكزامبلز اللي احنا بنستخدم بيها شات جي بي تي احنا كسوفت ديفلوبرز ان احنا بنجنريت كود. اوكي؟ فاوتوميتد كود جنريشن دي واحده من اهم البروسيس. مثلا اكزامبل على بايثون كود، طبعا زي ما انتم واخدين بالكم انت لازم تدي للموديل بريسايز ريكوايرمنتس. فكل ما لازم تبقى فاهم بالظبط ايه المطلوب وتدي ريكوايرمنتس واضحه عشان يطلع لك الكود. اوكي؟ فطبعا المودلز اللي هي بتجاوب على الاسئله وتجنريت كود والكلام ده كله بنسميها لارج لانجويج مودلز. فاللارج لانجويج مودلز زي تشات جي بي تي هو تطبيق الجنريتيف اي اي في الناتشرال لانجويج بروسيسنج في ال NLP. اوكي؟ طبعا الاشهر من تشات جي بي تي خلاص اللي هو سنس فور جنريتيف بري ترين ترانسفورمر 3. فتشات جي بي تي بيعمل مجموعه كبيره جدا من البروسيس، يقدر ان هو يسمرايز تكست، يقدر ان هو يطلع لك كويستشنز، يطلع لك انسرز على التكست اللي موجود طبعا في الشات، يقدر ان هو يعمل ترانسليشن. فلو طبقت الكلام ده كله مش على تكست عادي، على كود، خلاص، فانت كده عملت ما يسمى بالاي اي دريفن بروجرامينج.
اوكي؟ الاي اي دريفن بروجرامينج موجود من زمان، ده مش كونسيبت جديد. اوكي؟ فالاي اي دريفن بروجرامينج عباره عن ان انت عندك سوفت وير، السوفت وير ده بيساعدك ان انت تعمل كود جنريشن، تديله ريكوايرمنتس يعمل لك كود، انك تعمل كود ترانسليشن، خد البرنامج ده بالبايثون طلع لي كود بالجافا مثلا. اوكي؟ انك تعمل كود اوبتمايزيشن، خد الفانكشن دي اعمل لها اوبتمايزيشن. خلاص؟ طرق الاوبتمايزيشن مختلفه، يبدا يشوف البوتل نكس فين، الفانكشن دي بتبقى بطيئه فين، ويبدا ان هو يحسن الكود بحيث البرفورمانس يكون احسن. اوكي؟ تقدر تعمل كود ريفيو اند كواليتي اشورنس، تقدر تراجع الكود بتاعك، تتاكد ان مفيش باجز، تعمل ديباجنج اوتوماتيكلي، فدي كلها بروسيس موجوده، ومعظم ممكن نقول الاي ديز اللي احنا بنشتغل بيها واحنا بنكتب الكود تنبيهتي فيها حاجات زي كده. اللي حصل ان لما بقى عندنا لارج لانجوج مودلز بتفهم ايه المقصود بالتكست زي تشات جي بي تي، وقدر نطبق الكلام ده على البروجرامينج، فبقى قدر يعمل نفس الحاجات اللي موجوده من زمان بس بشكل اقوى بكتير. بس طبعا تاخدوا بالكم انه الاي اي دريفن بروجرامينج وتطبيقات الشات جي بي تي واللارج لانجوج مودلز بشكل عام، الهدف منها مش ان هي، وعمره ما ده هيحصل، ان هو يحل مكان البروجرامر او الديفلوبر، هو في الاخر ديسيجن سبورت سيستم. اوكي؟ يعني زي ما احنا بنعمل سيستمز للدكاتره، وزي ما بنعمل سيستمز للمهندسين، وزي ما بنعمل سيستمز لاي حد، السيستم بيساعد الطبيب بانه بيقول له احتمال يبقى فيه المرض الفلاني. لو الطبيب ما عندوش وقت انه يرجع ل 50 مريض بيقول له ال 10 دول احتمال يبقى عندهم كذا، ركز معاهم. فانا بسبورت الديسيجنز بتاعته، بس في الاخر هو اللي بيطلع الديسيجن. اوكي؟ نفس الفكره. فهو الهدف من ال AI driven programming ان هو يساعدنا ان احنا نعمل شغلنا بشكل احسن. اوكي؟ يطلع لنا الباجز في وقت اسرع. يعمل لنا دوكيومنتيشن للكود وكومنتس للكود، بدل ما اعملها كلها فروم سكراتش، يعمل لي حاجه مبدئيه وانا ابدا اعدل فيها. بس هو عمره ما هيعرف يعمل حاجه انا مش قادر اعملها. بس هو التاسكس اللي بتحتاج اوتوميشن هو يقدر يعملها بسهوله. اوكي؟ بس لازم يبقى معاه بروجرامر فاهم، لانه انا لازم ابقى فاهم ايه الريكوايرمنتس المطلوبه عشان اعرف اخليه يطلع لي الكود المطلوب، دي اول نقطه. اوكي؟ ولو انا مش قادر اكتب الكود بنفسي يبقى انا مش قادر اميك شور ان الكواليتي بتاعت الكود اللي هو طلعه صح. يعني لو انا مش فاهم الكود اللي مكتوب اللي هو طلعه لي وهو طلع لي حاجه غلط، فانا مش قادر اتاكد ان هي غلط. اوكي؟ فهو لازم يبقى في ديفلوبر سوفت وير انجينير فاهم هو بيعمل ايه عشان يعرف يستخدم التولز صح. فاهم ازاي يحدد الريكوايرمنت بشكل مظبوط، وفاهم ازاي ان هو يقدر يديتكت اي ايرورز ممكن تكون موجوده في الكود بشكل مظبوط. وفي نقطه برضه مهمه بالنسبه لللارج لانجوج مودلز عشان الناس ما تبقاش عارفه الكلام ده. اللارج لانجوج مودلز في طبعا منها انواع زي تشات جي بي تي وبيرد، لو سمعتوا عن الحاجات دي كلها. دي الجينيريك مودلز. اوكي؟ لكن المودلز دي بتعمل لها فاين تيونينج عشان تفيد في دومينز معينه. فمثلا لو انت عايز تشتغل مع تكست عربي، اوكي؟ الاحسن انك تستخدم بيرد، تستخدم حاجه اسمها ارابر. ففي فيرجن منه تيون متظبط على النصوص العربيه. لو انت عايز تستخدم لارج لانجوج موديل عشان تعمل حاجه ميديكال مثلا، بدل ما تستخدم بيرد العادي او تشات جي بي تي، في حاجه اسمها بايو بيرد معموله مخصوص للبايوميديكال داتا. اوكي؟ في حاجه اسمها ليجل بيرد معموله مخصوص للنصوص القانونيه والتشريعات والحاجات دي كلها. وفي طبعا حاجات غير كده كتير. فدايما ممكن تدور على اللارج لانجوج موديل اللي تيوند على الدومين اللي انت عايز تشتغل فيه. هيطلع ريزلتس اقوى بكتير من الجينيريك لارج لانجوج موديل لو انت حاولت تستخدمه. اوكي؟ ودي نقطه مهمه. وقادر طبعا انت بتعمل الكلام ده في ريسيرش او في اب او انت بتستخدم شخصي. طيب اخر جزء عايز اتكلم فيه هو برضه واحد من الابلكيشنز المهمه جدا لللارج لانجوج مودلز، وهي جنريتيف اي اي، وهيدخلنا بقى على اخر توبيك عايز اتكلم معاكم فيه اللي هو المالتي مودال ليرنينج. اوكي؟ لو بصينا على الاكزامبل ده اكزامبل على الايمج دي كريت باي جيفنج تكستشوال ديسكريبشن. فانت قلت للجنريتيف اي اي بتاعك an oil painting of a humanoid robot playing chess in the style of Matisse. Okay? فعمل لي كود على شكل منديل بيلعب تشيس بالستايل بتاع رسام معين. خلاص؟ فجيفن التكستشوال ديسكريبشن ده هو طلع ايمج مش طلع تكست. انت مش اديته
تكست تقول له اعمل لي سمرايزيشن، تكست واعمل لي ترانسليشن، تكست تطلع لي سؤال، تكست تجاوب على السؤال. لا، انت تدي تكست تطلع لك صوره. اوكي؟ ممكن تديله صوره وتقول له طلع لي تكست. وستيل موجود في الصوره. اوكي؟ المودلز دي محتاجه ايه دلوقتي؟ مش تبقى تريند على مود واحد، لا، تريند على اكثر من مود. الموديل نفسه متدرب على صور وتكست، تكست وميوزك، تكست واوديو. اوكي؟ مثلا من اشهر الاكزامبلز بتاعت المالتي موديل ليرنينج اللي موجوده دلوقتي بتستخدم كتير المالتي موديل سنتمنت اناليسيس. طبعا كلنا عارفين السنتمنت اناليسيس ان انت بيبقى عندك داتا وبتحاول تطلع منها بالسنتمنت مشاعر الشخص، هو مبسوط سعيد متضايق، وطبعا الابلكيشنز في كل حاجه. اوكي؟ فمثلا عندك تكست على يوتيوب فيديو مثلا وبتانلايز التكست اوتوماتيك عشان تعرف اذا كانت الناس مبسوطه او لا. او تكست على تويتر على خبر ليه علاقه بالانتخابات وانت عايز تعرف من التكست الموجود قد ايه ناس بتسبورت المرشح او لا. وده بيستخدم بقاله 15 سنه في الانتخابات بره عشان يتوقعوا ان المرشح هيكسب انهي ولايه. ماشي؟ فده كله يعتبر سنتمنت اناليسيس. ماشي؟ السنتمنت اناليسيس ممكن تعمله عن طريق انك تطلع او تفهم احساس الشخص من التكست او من الاوديو صوته شكله عامل ازاي، او من الفيتشرز من شكله، من ملامح الوجه نفسها شكلها عامل ازاي. المالتي موديل سنتمنت اناليسيس بقى ياخد الثلاثه. فانا عندي فيديو مثلا، في الفيديو ده انت بتتكلم، ملامحك ظاهره وصوتك باين. فانا اقدر من الثلاثه احدد السنتمنت بتاعك شكله عامل ازاي. اوكي؟ فطبعا ده بيعمل حاجتين، بيعمل لنا دلوقتي انواع جديده من الابلكيشنز ما كانتش موجوده، دي اول نقطه، وبيمبروف الكواليتي بتاعت الابلكيشنز اللي كانت موجوده. اوكي؟ فحاجه زي الاكزامبل اللي احنا شفناه ده اللي هو يعتبر جنريتيف ارت، ده ناتج من المالتي موديل اي ار. ان انت عامل موديل بيتدرب على ايمجز وتكست، فيقدر ان هو تديله تكست ويطلع لك ايمج. اوكي؟ او تديله ايمج ويطلع لك تكست مثلا. اوكي؟ اكزامبلز ثانيه عن حاجه زي كده، مثلا الاوتوميتد كابشن مثلا. اوكي؟ فده اكزامبل ثاني على ازاي المالتي موديل ليرنينج بيكسباند الكابابيلتيز اوف الموديل، ازاي بيقوي الحاجات اللي الموديل يقدر يعملها. هنا مثلا احنا جايبين عندنا تو ايمجز، فانا دخلت له ايمج وقلت له طلع لي تكست، الكابشن. طبعا ده ليه استخدامات كتيره جدا، دلوقتي مش محتاج تعمل كابشن لكل حاجه جديده. اوكي؟ طبعا الكابشن ممكن تبقى غلط باي ذا واي يعني، بس اتليست دي حاجه انت تبدا منها فبيوفر الوقت. فهنا مثلا قدر كوركتلي ان هو يقول اتس ا ترين ترافلينج داون تراك نكست تو كورس اللي هو موجود، او جروب اوف يونج بويز بلاينج سوكر، فقدر يطلع الكابشن بشكل دقيق. اوكي؟ ممكن طبعا تطلع ديسكربشن من الايمجز زي الكيس دي، ممكن تسيرش فور ايمجز ذات ماتش تكست كويريز، مثلا وانت بتسيرش على جوجل ممكن كاتب حاجه زي find me a picture of a blue dog ويطلع لك blue dog مثلا. اوكي؟ فانت بتدور على الصور بالتكست بدل ما تقول له خد الصوره دي وهات لي شبهها. ماشي؟ وطبعا يقدر ان هو يكريت ايمجز كتير ما كانتش موجوده قبل كده، الجنريتيف اي اي اللي احنا شفناه من شويه. طيب ده بالنسبه ان هو بيكسباند الكابابيلتيز بتاعت الاي اي موديل بتاعتنا. طيب ازاي بقى بيمبروف ريزلتس؟ ماشي؟ ايماجن ان انت مثلا عامل سيستم بيديتكت دوجز مثلا، فانا عايز اوريه صوره كلب وهقول له ده كلب. خلاص؟ لو هو متدرب بس على ايمجز يبقى لازم يعرف الكلب من شكله. and that's it. بس لو هو مثلا متدرب على ايمجز واوديو يبقى انا ممكن من شكل الكلب ومن صوت الكلب اقدر احدد ان هو كلب. طبعا ده بيفرق لو انت عندك، طبعا ده اكزامبل فيري بريمتيف يعني او تريفيال قوي، بس ده بيفرق لو انت عندك ممكن يبقى عندك نويز كتير جدا في الداتا اللي موجود. اوكي؟ زي مثلا طبعا الصوره الشهيره اللي كلنا عارفينها. اوكي؟ ف مش كلهم كلاب اوبفيسلي يعني، ولا هنا كلهم كلاب. اوكي؟ فلو انت عندك داتا سيت زي كده ايماجن الكواليتي بتاع شكلها عامل ازاي. اوكي؟ لكن لو عندك اوديو داخل في الموضوع نسبه الايرور هتقل. لانه هيدخل مود جديد مع الصوره اللي هو شايفها. وباي ذا واي مش الاي اي بس اللي بيحتاج حاجه زي كده. احنا برضه بنحتاج حاجه زي كده. الناس كلكم شفتوا الصوره الشهيره. اوكي؟ حد لسه شايف ان ده عايش. اوكي؟ فده الهدف من المالتي موديل اي اي. فالمالتي موديل اي اي انه بدل ما اعمل ديسيجن بيزد على حاجه واحده، على مود واحد، على صوره، على تكست بس، ان انا كومباين الحاجات كلها. فده بيسمح لك انك تعمل ابلكيشنز جديده ما كانش ينفع تعمل قبل كده، او انك تمبروف
الريزلتس انت بتطلعها بعد كده لانك مش بتتك المود واحد بتتك من اكثر من ده. بس هو يعتبر في الاخر ابلكيشن للجيم اي زي زرار. بس اي هوب انه ابقى قلت لكم معلومات جديده. ثانك يو. Yeah.